ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. هنعمل اكل النهارده يا بنات على قد الايد. معانا بطاطس انا مقطعاها مكعبات صغيره جدا. معايا حله على نار هاديه. هحط البطاطس على النار. دي اسمها سلطه بطاطس يا بنات. في ناس بيسموها مكموره، في ناس بيسموها بطاطس مهروسه، هي سلطه بطاطس. معايا هنا توم ضرباه في الكبه بالفلفل الحامي. اختياري طبعا، اللي عايز يحط فلفل حامي او ما يحطش ده براحته. ومعلقه كمون صغيره، ومعلقه ملح صغيره، وشويه فلفل. انا بحب ازود الفلفل الاسود شويه، بيبقى طعمه حلو في الاكل. ده برضو اختياري يعني. هنا حطيت معلقتين 2 زيت. هقلبهم كويس. هقلبهم كويس جدا. وهوطي البوتاجاز يا بنات زي الشمعة تحته. نار هادية جدا. واغطي عليه. لان بيستوي بعرقه. يعني ده ما بتحطش عليه ولا نقطة مية. غطيت عليه طبعا. ورحت للصينية اللي هحمر فيها المسقعة. هنا معايا بتنجان. نصه مقشراه ونصه ما قشرتوش، وحطيت عليها ملح صفى المية بتاعته. ليه؟ بصوا البنات، المية اللي طلعت منه قد ايه دي، كانت هتطرطش معانا في الزيت طبعا. وكانت تخلي البتنجان يشرب الزيت كله. يعني تيجي تاكل المسقعه تحس ان هي ايدك كلها زيت. احنا حطينا ملح عشان يشيل الزيت. دلوقتي انا بحمر البتنجان. والفلفل طبعا قرنين فلفل حامي دول ليا انا بقى طبعا، لان انا اللي بحب الفلفل الحامي. بيشفي من امراض كتير قوي يا بنات طبعا. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. احمر البتنجان كويس. هنا رصيت البتنجان. وطبعا بريحكم شويه وبجيبه لكم بعد ما يتحمر خالص عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا حمرت البتنجان كله. نفس الزيت بتاعه يا بنات. انا طبعا هعمل فول بطماطم كمان، نفس الزيت اهو اللي انا حمرت فيه البتنجان. هاخد منه شويه. في حله فاضيه هعمل بيهم الفول. لان انا عامله بطاطس، سلطه بطاطس، وعامله مسقعه. وعامله فول بطماطم. دي حله الفول يا بنات. بحط فيها شويه زيت اهوت من مكان البتنجان والفلفل، بتبقى الزيت طعمه حلو قوي. معايا طبعا بصل. بصل مقطعاه ناعم. بحط شويه منه في الفول وشويه منه في المسقعه. في ناس بيحبوا يحطوا توم بس، وفي ناس بيحبوا يحطوا بصل بس. انا بحط بصل وتوم في كل اكل يا بنات. والله في شفا، صدقوني والله، يعني ده يعني يمكن ده سبب شفايا من مرض خطير جدا. الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا يشفيكم ويعافيكم يا رب. ويشفي كل مرضى السرطان يا رب، امين. الدكتور بتاعي كان وانا باخد الكيماوي كان يقول لي كل عليك والبصل يا انتصار بيغسل الاورده الدمويه. كانوا بيخلونا اكل البصل الاخضر ده كل يوم الصبح ايام الكيماوي. عشان ما كانوش لاقيين اورده يحطوا فيها الكيماوي. الحمد لله رب العالمين، شفانا الله يا بنات. النهارده بقالي 25 سنه ما بروحش الاطباء نهائي. الحمد لله ربنا شفاني وعافاني. طبعا من الادعيه، وطبعا واحد لازم يتقي الله في كل حاجه طبعا عشان ربنا يتقبل مننا الدعاء. والاكل الصحي يا بنات. مش بقلي على فكرة، انا بس بشمم الزيت. ما بخليش الحاجة تحمر وتصفر وكلام من ده، لا انا بشمم الزيت بس يبقى طعم البصل لسه مسكر. هنا هحط التوم بقى عشان ياخد ودي مع البصل. هحط توم بالفلفل. خلي بالكم النار هاديه. هنا حطيت التوم بالفلفل اهوت يا بنات، فلفل حامي برضو. بيشفي من 99 مرض عشان تبقوا فاهمين. الفلفل الحامي الا البواسير، اللي عنده بواسير بس ما ياكلش الفلفل الحامي، لكن اي حد تاني ياكل فلفل حامي. انا عن نفسي بحبه جدا. الاطباء بتوعه كاتبينهولي وباكله يا بنات. ممكن اكل 10 قرون فلفل في اليوم، يعني والله بجد. في الفطار والغداء والعشاء. شايفين يا بنات؟ مش بصفرها، انا بس بخلي التوم يطلع الريحه بتاعته الجميله دي، الزيوت بتاعته. وهنا كمان هحط برضو توم. طبعا انا كنت مدمسه معاكم فول في الصفحه بتاعتي برضو. هنا حطيت الفلفل والثوم برضو، يبقى ريحته جميله قوي في الفول المدمس. اللي هو فول بطماطم يعني.
بصوا الريحه والله العظيم تحفه. انا عن نفسي بحب ريحه التوم مع البصل بصراحه. اكل كله يا بنات والله لازم يبقى بصل وتوم. التومه هي اللي اصفرت مني، يعني اللي شايفينها غامقه دي التومه. البصله لسه زي ما هي. بصوا عشان تبقى بكل السكر بتاعها او الطعم الحلو بتاعها. هنا البتنجان هرصه في الصينيه دي. رصيت البتنجان والفلفل الحامي بتاعي. هنا بصوا يا بنات، فلفل اسود وكمون وملح بس، ما بحطش حاجه تاني. كنت ضاربه قوطه في الخلاط، شفشه قوطه في الخلاط اهو. حطيت كده القوطه يا بنات. هقلب الصينيه، يعني هقعد الف الصينيه كده عشان الطماطم تتحرك في كل مكان. طبعا انتوا عارفين البتنجان بتحمر يعني يعتبر استوى، بس انا بحط اللي هيشرب بقى شويه، هيقط او يشرب من الطماطم اللي انا حطاها دي يا بنات، بيبقى طعمها جميل. شوفوا لونها تحفه وجميل ازاي. هنا بقى الفول اللي انا كنت مدمساه معاكم متلج. فجبت هنا بقى احط الطماطم مقطعيه زي السلطه، حبيتين طماطم بس. هو المفروض كنت زودت الطماطم بصراحه، الطماطم كانت قليله شويه. هشممها برضو النار او هدبل الطماطم شويه مع البصل. شايفين البصله مش متحمره خالص ازاي يا بنات، بتبقى طعمها مسكر في الاكل وما تعملش حموضه ولا حرقان في الصدر. الاكله دي يقول لك يا عم ده احنا في الحر هناكل الاكله دي ازاي؟ صدقوني لو مش هتحمروا البصله والتومه قوي تاكلوها عادي في اي وقت. حبه فلفل وكمون بس طبعا، وشويه ملح طبعا. بقول لكم هنا هسيبها تتدبل شويه صغيرين وهحط الفول. لو في معلقه صلصه يا بنات بحطوها برضو بيبقى حلو. هنا خلاص، هنا مفيش اي حاجه تانية. هغطي البتنجان، غطيت على التسبيكه بتاعت الفول، وغطيت على البطاطس اللي هي سلطه البطاطس، وغطيت على صينيه البتنجان هي يا بنات. هنا بقى الطماطم بتاعت الفول يا دوبك دبلت بس مع البصله اهيت، وهحط الفول ده بقى. انا كنت مدمساه معاكم مجمد، يعني انا كده مكسر التلج وزودت شويه ميه عليه. كنت عاملاه معاكم بالجزر والطماطم لو فاكرين، مفيش من 5 ايام كده. هنا حطيته ياخد ويدي بقى مع الطماطم والثوم والبهارات اللي انا حطيتها، فلفل وكمون وملح، شويه الزيت. طعمه حلو قوي، بس هو كان بصراحه يعني محتاج معلقه صلصه او حبايه طماطم كمان، بس كان جميل والله. طبعا ريحته تحفه، انا بحب الريحه دي قوي. يعني قلنا نريح دماغنا بقى من الاكل شويه. بصوا هنا المسقعه يا بنات، بصوا صينيه المسقعه والله تتاكل كده يعني وهي كده. بسم الله ما شاء الله، جميله قوي. دي البطاطس المهروسه يا بنات اهي. طبعا بتستوي بعرقها. قلنا ما نحطش اي حاجه نهائي عليها، ولا ميه ولا اي حاجه خالص، بس النار تحتيها تبقى زي الشمعه، هاديه قوي وواطيه كده. هنا الفول استوى. طب زي ما انتم شايفين كده، كان القوطه بتاعتها قليله شويه بس كانت حلوه. المسقعه كانت تحفه والله، يعني يشهد عليا ربنا، المسقعه دي كانت تحفه قوي. والبطاطس المهروسه جميله جدا. انا بحب احط فيها فلفل اخضر كتير، بس ما حطيتش قدامكم علشان ما حدش يعمل زيي. بس انا بحب احط فلفل حامي فيها كتير بصراحه. كانت جميله، اكله خفيفه يا بنات وعلى قد الايد دهيت. ممكن نفطر منها ونتغدى منها ونتعشى منها كمان. جميله قوي الحمد لله. وهنا الاكل خلص معايا اهو. البطاطس اهي، معلش الاضاءه ضعيفه عندي شويه، فمش اللون مش واضح قوي لان الاضاءه عندي في مطبخي ضعيفه قوي. هنا بعد ما غرفت يا بنات، العيش ده بقى انا خبزاه بايدي. وهو برضو على الصفحه بتاعتي، هحطه لكم في اول تعليق زي ما بيقولوا. هنا البتنجان مسقعه، وهنا الفول بطماطم. هنا زودت الصلصه انا شويه يا بنات اهوت عشان تبقوا عارفين. حطيت معلقه صلصه في الفول، بقى لونه جميل ازاي وطعمه طبعا اجمل. هنا البطاطس المهروسه. طبعا البطاطس مش ده لونها حلو قوي، بس هي الاضاءه عندي في المطبخ ضعيفه. لونه جميل جدا في الحقيقه يا بنات. سلطه البطاطس بعرقها. هنا بدوق بقى البتنجان، بتحجج بكم وباكل البتنجان اهو. اقسم بالله يشهد عليا ربنا، طعمه تحفه جميل جدا. الف هنا وشفا عليكم يا بنات. والعيش اللي انا عاملاه ده تحفه وجميل حلو قوي للبنات اللي عايزين يعملوا رجيم. سلام عليكم.